السلام عليكم ورحمة الله. أبرز 3 لاعبين في قائمة منتخب السويد لمواجهة منتخب الجزائر، 3 لاعبين يلعبون في أكبر الأندية في أوروبا. هنعرف قائمة منتخب السويد في هذا الفيديو وأبرز 3 لاعبين بها. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ ما تنساش إنك تشرفنا وتشترك معنا في القناة ولايك علشان الفيديو ينشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصل على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أعلن رسميا مدرب منتخب السويد يان أندرسون أمس الثلاثاء عن قائمته المعنية بمواجهة منتخب الجزائر الودية التي ستكون يوم 19 من نوفمبر من هذا الشهر، وستلعب تلك المباراة كما نعلم جميعا في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر، 9:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي. وأنا أقول كل هذه التوقيتات لأنني أثق 100% أن جميع الشعب العربي سيشاهد تلك المباراة القوية جدا. وأعلن يان أندرسون عن قائمته والتي تضم 3 أو 4 لاعبين ينشطون في أقوى الأندية في أوروبا، وهم أقوياء جدا ومعروفين جدا. أولا اللاعب ألكسندر إسحاق أو ألكسندر إيزاك الذي كان يلعب في نادي ريال سوسيداد الإسباني وأصبح الآن يلعب في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهي أغلى صفقة في تاريخ النادي قدرت بنحو 70 مليون يورو في الصيف الماضي. ألكسندر إسحاق رأس حربة مميز جدا جدا جدا، وكان كل موسم يكون من ضمن هدافي الليغا أو الدوري الإسباني، ولاعب عالمي بكل تأكيد. أما اللاعب الثاني فهو أنطوني إيلانكا، وهو مهاجم أيضا ولكن يلعب في متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم نادي أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا أو ميشيل أرتيتا. اللاعب أنطوني إيلانكا يلعب بديل في معظم الأحيان ولكنه يقدم أداءات ممتازة جدا. أما اللاعب الأخير فهو ليندلوف مدافع نادي مانشستر يونايتد، والذي أيضا يقدم مستويات رائعة. وهنالك لاعبين أقوياء أيضا مثل اللاعب جويل أندرسون، كل صراحة تشكيلة قوية جدا جدا جدا. كما نعلم أن اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش لن يلعب مرة أخرى لمنتخب السويد، خاصة وأنه تخطى 41 عاما. كان طبعا حلمه أن يصعد إلى المونديال وأن يلعب في كأس العالم. بكل صراحة تعتبر هذه أقوى تشكيلة لمنتخب السويد في الوقت الراهن. أتى يان أندرسون بكل قوته لكي يواجه منتخب الجزائر الذي سيأتي أيضا بكل قوته في هذه المباراة. شاركنا رأيك وتوقعاتك للفائز في هذا اللقاء ونتيجة المباراة. لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.